أهلا بيكم في ظبط نوايا. الناس بيزرعوا فينا أفكار معينة بأسئلتهم، بكلامهم، بإصرارهم على حاجة معينة أو طريق معين. وبعدين بعد ما انت تتبنى الأفكار دي وتبتدي ان انت أسلوبك وأفكارك تتغير تبقى عند الفكرة اللي زرعوها جواك من كتر كلامهم، يبتدوا يبصوا لك باستغراب كده، انت بتعمل كده ليه؟ انت بتفكر كده ليه؟ يا سلام. فازاي تحمي نفسك من الافكار اللي بتتوارد عليك والكلام اللي بيتقالك؟ اولا، هو المشكله اكتر مش في بعد ما احنا بنكبر. احنا بعد ما بنكبر بنتقوقع جوه ذاتنا اصلا وبنختفي. او بنتعلم نوعا ما ازاي نرد. بس الفكره واحنا صغيرين الحاجات اللي بتتزرع فينا واحنا صغيرين او احنا بنكبر، احنا ما عندناش القدرة ان احنا نرفض افكار او نكون، يعني بنكون لسه بنبني عقلنا، فيقعدوا يزرعوا فينا حاجات مش هتبض. المهم anyway، اول حاجة لازم ان انت تحاول تقلل العلاقات. يعني مثلا انا في حد صاحبي كده، انا عارف ان انا كل ما بقعد معاه بيفتح موضوع معين ويتكلم فيه، يبقى في دخلة كده، فبلاش اقعد معاه. يعني نقلل في اهلي في البيت، كل ما اتكلم في حتة معينة او لما يكونوا فاضيين او كده بيمسكوا حاجة معينة فيا ويبتدوا بقى انت ليه ما عملش مش عارفة ايه، انت مفروض تعمل كذا كذا، انت مش سويت وهتسوي. يبتدوا يزرعوا افكارهم، انتي كبنت المفروض تعملي وتعملي وتعملي، انتي ما فيش حاجة ينفع تقولي عليها لا، انتي تقدري تعملي كل حاجة. حلو ان انا اقدر اعمل كل حاجة، بس انا مش مفروض عليا ان انا اعمل كل حاجة. قلل المحادثات اللي انت عارف ان بيجي منها الافكار اللي مش سوية او الافكار اللي انت عايز ترفضها او كده. تاني حاجة، معلش مرهق الموضوع، بس شغل عقلك طول الوقت، شغل عقلك في اي حاجة معدية كده، اي كلمة بتتقال، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ الكلام ده يناسبني ولا لا؟ الكلام ده هيأثر عليا ازاي؟ انا اتأثرت بالكلام؟ طب معلش بقى، ارجع ستيب لورا، او بلاش خليك مكانك، انا هرجع ستيب لورا مادام كلامك بيأثر عليا بالسلب. انت المسؤول عن حياتك، انت المفروض تقعد وتفكر، تقول هل المفروض اخد القرار ده ولا لا، هل انا بعيد ولا لا، هل انا ماشي مظبوط ولا برجع لورا ولا بروح فين. مش حد معين المفروض يقودك بأفكاره لانك تستعجل في حاجة او انك تحس بحاجة معينة. ففلتر حياتك ونظفها من اشخاص ومن افكار معينة بتتعبك وبترهقك، عشان زي ما قلت لك هما مش هينفعوك، هما هيجوا يبصوا عليك ويقولك انت بتتصرف كده ليه، انت ليه دخلتي في العلاقة التوكسيك دي؟ معرفش دخلت ليه، معرفش، مش عشان انتوا all the time عمالين هترتبطي امتى، ترتبطي امتى، ترتبطي امتى، حسيت اني متأخرة فقلت يلا مش مشكلة، توكسيك you got it. فبس هيضحكوا عليك في الاخر بعد ما تاخد القرار الغلط، نتيجة لانهم عمالين يدفعوا فيك لأفكار معينة. شكرا لكم، سلام.